عايزة تظبطي روتينك على حسب أهدافك بس مش عارفة ازاي؟ عايزة تخلقي روتين يوديكي لقدام ويوصلك لأهدافك على آخر ربع للسنة بس مش عارفة ازاي؟ أحب أقولك إنك اخترتي الفيديو الصح، عشان في الفيديو ده هعرفكم عن أفضل روتين ممكن تعملوه في الدراسة، وهيساعدكم تبنوا عادات صحية وتتحكموا في وقت الراحة والغير الراحة. حاولوا تظبطوا نومكم في البداية بحيث تناموا الساعة 10 وتصحوا 5 الصبح. في البداية أول ما تصحوا من النوم الساعة 5 رتبوا سريركم بحيث البيئة اللي تكونوا فيها تبقى نظيفة وترتب مشاعركم للأحسن، وبالتالي تفكيركم هتحسن ومرتب. وبعدين تبدأوا يومكم بصلاة الفجر وقراءة صفحات قرآن، مش شرط كتير، أهم حاجة تقرأوا حتى لو صفحة واحدة بس. فإنك تبدأي يومك بصلاة الفجر قراءة القرآن هتنمي عندك الجانب الروحاني جدا، ده غير إنها هتحسسك بالراحة. بحب دايما اجيب ورقة واكتب فيها كل الدعاوي اللي انا عايزة ادعيها واللي محتاجاها. مثلا واحدة من الدعاوي اللي بقولها وهي اللهم اني اسألك عزيمة كل يوم، اللهم اني اسألك فن الخطوات الصغيرة. او حتى عليكم تدعوا بانكم توصلوا لافضل نسخة من نفسكم، فجيبوا ورقة واكتبوا دعوات كل حاجة انتم محتاجينها بحيث تدعوا ربنا بيها بعد كل صلاة. وعليكم تسألوا شات GPT عن مثلا دعاوي تساعدكم لتحسين شخصيتكم، او تدعوا بان ربنا ييسر لكم اموركم. اهم حاجة يبقى عندكم دعاوي، وهتكونوا كده ضربتوا عصفورين بحجر واحد. تاني خطوة بعملها وهو ان انا ببدأ اعمل السكين كير روتين بتاعي او باخد شاور، فدي عناية للبشرة والجسم هتساعد من بشرتكم ان هي تتحسن للافضل، وطبعا نفسيتكم، ودي من اكتر الحاجات اللي هتزود طاقتكم في نفسكم للاحسن. بعد كده ابدأوا اعملوا فطار، ولكن بشرط يكون صحي وفيه بروتين زي البيض عشان يديكم الباور انرجي لباقي اليوم. طبعا تقدروا تعملوا جنبه ايس كوفي او شاي اللي تحبوه as you like، الخيار ليكم. في الوقت ده بحب ادون ليومي جدا، بمعنى اكتب التودو ليست ومخططات ليومي. فهنا قسموا ورقة الجورنالينج او التدوين بانكم تحددوا 3 اهداف اساسيه ليومكم، زي مثلا تذاكروا ساعه وتشربوا 2 لتر ميه وتتمرنوا. دي 3 اهداف صغيره وواضحه وبتدي نتائج اكبر. بعد كده تقدروا تكتبوا حاجه انتم ممتنين ليها، وبكده خلصتوا جزء التدوين. نيجي عند سماع البودكاست. اسمعوا بودكاست متعلق باي موضوع حابينه، سواء كان تطوير ذات او غيره، وعليكم تتفرجوا على قناتي يعني. المهم كده خلصتوا ترتيب وصلاة وفطار وتدوين وبودكاست وسكين كير. ننتقل للجزء التاني. بالنسبة للجزء التاني من اليوم هيبقى متعلق بالشغل او الدراسة، سواء كان عندكم مدرسة تروحوها او دروس تحضروها، وكمان الجيم او التمارين في البيت. ضيفوا تمارين ليومكم، او التمارين في البيت ضيفوا تمارين ليومكم حتى لو 10 دقايق. اهم حاجة تبقوا تتمرنوا 4 ايام او 3 ايام في الاسبوع. فترة المساء اللي هي بعد الشغل او المذاكرة والجيم زي ما قلت لكم. خلصتي يومك الطويل والانتاجي كله، انهي يومك بانك تاخدي شاور وتحافظي على النظافه الشخصيه وتعملي السكين كير بتاعك وتصلي صلواتك طبعا. بعد كده هتيجي عند وقت الراحه والمكافاه، الوقت اللي مستنيه بنات كتير جدا، وهو وقت الراحه والمكافاه بعد الانتظام. فنفسك ليها الحق ان هي تاخد بريك وتتكافئ. اعملي حاجه بتحبيها في الساعه دي، سواء تمسكي التليفون او تحضري لمسلسلك او تعملي اكله بتحبيها وغيرها، اي حاجه تانية. وبعد ما ادينا لنفسك المكافاه واستمتعتي، اقرأي كتاب، سواء كانت صفحة واحدة أو صفحتين أو 10 أو 20 اللي تحبيه. المهم إنه حاجة تبني عادة القراءة، وإنه نبني عادة القراءة حتى لو هتقرأي صفحة واحدة بس في اليوم. ننتقل للخطوة اللي بعدها وهي المذاكرة. ابدأي ذاكري الدروس اللي أخدتيها النهاردة، وهنا هتذاكري بطريقة بومودورو، وهي طريقة بتذاكري 25 دقيقة و5 دقايق راحة، أو 45 دقيقة و10 دقايق راحة. أهم حاجة ترتاحي بين كل فترة وفترة عشان الاسترس ما يكونش عندك تقيل أو ما يكونش عليكي تقيل وكبير. فلو كانت ساعتين قسميها لنص ساعة نص ساعة نص ساعة نص ساعة، وبين فترات الراحة حاولي تبعدي عن التليفون عشان هيسحبك لأكتر من وقت الراحة المطلوب، وهتلاقي نفسك سبتي المذاكرة أصلا. فحاولي في الوقت ده تعملي حاجة تانية، مثلا تطلعي البلكونة تتأملي أو أي حاجة حرفيا تانية، ولكن خليها بعيدة عن التليفون. وبعدها جه وقت النوم. وفي آخر الفيديو أتمنى من كل قلبي إنكم تكونوا استفدتم، ويكون الروتين كان خفيف ولطيف وبسيط عليكم. لو شفتوا أي حاجة تقيلة عليكم تقدروا تقللوا من كميتها، ما تضغطوش على نفسكم، ما تحطوش نفسكم تحت الضغط. كل حاجة وليها حل، وكل نجاح وراه الخطوات الصغيرة اولا مش الكبيرة. فعشان كده مفيش مشكلة لو كنتم في يوم مزدحمين جدا في الدروس والدراسة ومش لاقيين وقت، او كنتم في فترة امتحانات فما كانش عندكم الوقت لسماع بودكاست او قراءة كتاب. ما تيأسوش وقتها وتفقدوا الامل وتوقفوا. اياكم تيأسوا من نفسكم ايا كان السبب ايه، ايا كان وقعتوا قد ايه، او حتى لو رجعتوا للصفر تاني وتالت ورابع. don't give up وكملوا في رحلتكم، عشان في الاخر انا متأكدة انك هتبصي لكل ده وهتكوني فخورة بالخطوة اللي خدتيها، وانك ما استسلمتيش، ورغم كده كملتي رغم الناس اللي كانت واقفة ضدك او العوائق اللي كانت ضدك. good luck و thank you so much for watching.